الايام الاخيره ولا كلشي كيهضر على واحد الظاهره اللي معينه اللي اختلفوا فيها الناس في الاراء ديالهم ما بين بعض الاشخاص كيقولوا بانه الحكومات هي اللي كتحكم في القرارات ديال الدول، وكينقسم واحد النوع اخر او واحد الفئه المعينه اللي كتقول باللي انه كاينين بعض الشركات وبعض الاشخاص اللي كيتحكموا في العالم وفي في المصير ديالهم ببعض الشركات اللي عندهم وبعض الاساليب كيستحملوها. وفي هذا الفيديو خصيصا جيت باش نشرح لكم شنو هما بعض الشركات وبعض الامثله ديال هذه الشركات والتقنيات ويزيد عليها الاساليب اللي كتستعمل باش انها تحكم في المصير ديال الدول. وباش نقرب لك الصوره اكثر تخيل معايا غير واحد الشركه واحده فقط عندها قيمه اكثر من الاقتصاد ديال الدوله كامله فيها الملايين ديال الناس، وهذه ماشي غير قصه خياليه اقترحتها من راسي، ولكن هذا الشيء اللي ولا واقع في العالم في 2026 وغادي نكشف لكم التفاصيل ديالو خصيصا لهاد الناس اللي اختلفوا في الاراء. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. خليونا في العالم اليوم القوه تبدلت، ما بقاتش القوه ديال الدول غير في الجيوش ولا في الدبابات وزيد عليها او لا الطوائرات ديال اف 35 و اف 15 عاوتاني، ولكن القوه الحقيقيه ولات في البيانات وزيد عليها في الفلوس وزيد عليها ايضا التكنولوجيا. وغادي نعطيك واحد المثال اللي غادي يقرب لك الصوره باش انت تفهم هذه المعمعه اللي داخلين فيها الناس اللي مختلفين فيها الاراء ديالهم. تخيل معايا شركه ابل وصلت القيمه السوقيه ديالها لاكثر من اسمع مزيان من الاكثر ديال من 3 تريليون دولار في بعض الفترات. باش تفهم هذا الحجم، هذا الرقم راه ماشي غير رقم خيالي جدا، ولكن راه اكثر من الخام ديال واحد الدوله، من الخام الداخلي ديال واحد الدوله بحال ايطاليا ولا كندا في بعض السنوات. يعني شركه واحده فقط واللي هي ابل عندها قيمه ماليه اكثر من دول كانت عندها حكومات وشعوب. ولكن دابا غادي نصدمك بواحد الشركه اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش وما كيهضروش عليها، واللي هي شركه بلاك روك. هاد الشركه كدير اكثر من 9 تريليون دولار. نعاودها مره اخرى 9 تريليون دولار. باش نفهموا هذا الرقم الحقيقي ديال هاد الشركه خاصنا نعرفوا باللي ان الانتاج قريب للانتاج الداخلي الخام ديال واحد الدوله واللي هي المانيا، اقوى اقتصاد في اوروبا. ولكن الفرق بين هاد الشركه وبين دوك الشركات الاخرى اللي ذكرناهم واللي غادي نزيدوا نذكرهم مره اخرى في هذا الفيديو هذا، واللي هي انها كتستثمر عندها وايضا عندها حصص في الاف ديال الشركات. يعني عندها من الاخر تاثير غير مباشر في الدول ديال العالم وفي الشركات. ولكن ايضا كاينه واحد الشركه واللي معروفه بزاف واللي هي امازون، اللي ماشي غير متجر عادي، هاد اللي راه امبراطوريه لوجيستيكيه اللي كتحكم في الاف ديال الشاحنات يوميا اللي كدوز. وزيد على انه كتقدم واحد الخدمه اخرى اللي سميتها الخدمات السحابيه. هادشي ديال الهوست والرافعات اللي هي الموقع واللي كيعتمدوا عليها الحكومات بشكل كبير في المواقع ديالهم. يعني الى تحت غير الموقع ديال امازون ويب سيرفيس اللي الحكومات كتعتمد عليه بواحد الشكل اللي كبير بزاف لانهم كيرفعوا عليهم المواقع ديالهم. يعني مثلا الى طاحت هذه الشركه راه بزاف ديال المواقع العالميه غادي تطيح كامله، وغادي يتوقفوا الخدمات ديال هذه الشركات كاملين في بضع ثواني صغيره. ودابا نرجعوا للسؤال اللي درنا عليه الفيديو خصيصا، واللي هو واش فعلا هاد الشركات اللي ذكرناهم في هذا الفيديو من امازون وبلاك روك وزيد عليها بزاف ديال الشركات اللي ذكرناهم ما قبل، واش يقدر خصيصا انها تتحدى الدول؟ اي الجو في بعض الاحيان نعم، ولكن حيت شفنا مثلا في الولايات المتحده كيفاش الشركات كتاثر بشكل كبير على القوانين ديال اللوبين وكتصرف ملايين ديال الدولارات باش توجه السياسات الخاصه بها. وزيد عليه ايضا في مثلا واحد اللي وقع داكشي في اوروبا. في اوروبا شفنا كيفاش تم الفرض الغرامات بمليارات الدولارات على بعض الشركات ديال التكنولوجيا. يعني انه هادشي باقي واقع واحد الصراع بين الشركات التكنولوجيا وبين الدول. ولكن دابا وصلنا لاخطر نقطه في هذا الفيديو اللي هو المستقبل. اليوم مع التطور ديال الذكاء الاصطناعي والبيانات والانظمه الرقميه، الشركات غادي تولي عندها سيطره رقميه كبيره بزاف. تخيل معايا شركه واحده كتمتلك الملايين والالاف ديال المعلومات على البشر تقدر تتوقع السلوك ديالهم وحتى تاثر عليه. يعني هذه ما بقاتش غير تجاره، ولكن راه ولات باللي انه الشركات قادره تسيطر. ودابا نوصلوا لواحد النقطه ايضا اللي خطيره عاوتاني، واللي هو كيفاش هاد الدول واش انها قادره تمنح هاد الشركات باش يسيطروا عليهم. كاينين بعض الطرق ومن الاهم ديالهم واللي هو القانون، وزيد عليها ايضا فرض الضرائب عليهم، وزيد عليها حتى التفكك ديالهم الى ولات خطيره عالميا، يتجمعوا عليهم كدول ويحيدوهم، ولا كيف
اخطر حاجه كيستعملوه اللي هي الضرائب باش تخليهم. ولكن دابا في الاخير ديال الفيديو بغيت نسولك واحد السؤال اللي خاصك تفكر فيه في الدماغ ديالك وتجاوبني عليه. واش انت كتشوف فعلا بان انت اللي كتستعمل هاد الشركات واللي هي كتستعملك للصالح ديالها؟ ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. كان معكم ايوب حكا، تهلاو.